بسم الله الرحمن الرحيم. الشبهة السادسة شبهة الحرية. شبهة شاشة حرية يعني نخنا يعني. وهناك شبهة يتعلق بها الإباحيون، وأنا يكون هرتشت حلال بينا وبيت جرين شبهة كيوان هي والمسمون بالمثليين. وأنا جوانات بيشن مثلي يعني بغاني ايش يعني بيلك اسلام مسلم لازم بابسبشن. والذين يرغبون في التحول الجنسي وانا كل تخازن مسألة الجنسية تاخذ بكن يقولون دبيجن إننا مالكون لأنفسنا دبي أم خنة أم خنة. فإذا نحن أحرار فيها أم نفسي يقول حر ولنا أن نفعل به وفيها ما نشاء. أم قال بنفسي يقول نفسي يقول تشوف خازن قارن بك دقيش كم تشوف نبيك. يعني دبيجن ما دبين بدنامه آن ایمیه یعنی وقتی که دین قارش میشه و چاخی وکا بیجن دین دوی چاخی دین نحن. فنقول لهم أولا جوانات بيجن أنتم لستم مالكا لأنفسكم ونا مالكين نفسكم ونا خوي نفسكم بل أنتم مخلوقون كنتم مالكا شكل باصص بل أنتم مخلوقون كن مخلوق والمخلوق لا بد له من خالق مخلوق غير خالقك يهبه والخالق هو المالك مالك خالقه وهذا الخالق المالك وضع شرطين الحرية اف خالقك ومالكه يعني خويه او تشيكي او خويه دي شرطاج حرية رضانية جبوك مربوع بس دي شرطانية. شرطين يقتضيهما العقل وتقتضيهما المصلحة الإنسانية. طيب أو هدو شرطي عقل جوانات خازة ومصلحة إنسان جوانات خازة. الشرط الأول أن الإنسان حر طبعا الإنسان حر ما لم يتعدى حقوق غيره حتى دراسة تجاوز حقه واشقانك شو خين يخد. والثاني أنه حر ما لم يضر بنفسه أفجي يعني حتى زراري ندخل طبعا حرة أما بقاسي زراري نارتنتي خي بدنا خوننا. فهذان هما الشرطان اللذان وضعهما الخالق المالك لحرية الإنسان. فهذا شرط خالق مالك جبو سربستيا إنسان جبو أزبلكا إنسان ثانية وحد بما حدود الحرية المسموحة المكفولة وشيز مش كريه خط كريه نظر هذا شرطا سنري حريتك مسامحة جرهاتية كرين وهاتية كفالة رضاي. فما دمت أنت مخلوقا ما دمت حتى مخلوق بي فأنت مملوك للخالق لا لنفسك. تملك خالقي تملك خالقي يا أخي. هل أنت خلقت نفسك تأخذ شيء كذا حتى تكون مالكا لها تفعل بها ما تشاء حتى تخيري وتشوف قاسبك نوري. ودعواك أيها الجال أنك مالك لنفسك وهم من أوهامك الباطلة. دعوات يا إيه جاهل كنت بيجي أسخين خمة وهي نفسها خمة أم وهمك يجي وهمي باطل وهم وهم بالدهرست وهم معنى غلطك. ونقول ثانيا جرى ديسان ديفيجن إننا قد بينا أن الإنسان ضعيف العقل وقاصره وعاجزه. فقلت إنسان عقلي ضعيفة عقلي كيمة وعاجزة چونكي قالت تشتاحي ناقجي كي نقارب بشيء. والدليل على ذلك كثرة أخطائي في حياتي دليلاوي مثلا حياة أوضا بريان شاتك وتخبطاتي في مهمات شؤوني دشي شيخي أنمي دا بوجلا تبع يعني نافذت منه بني دناي. واستشاراتي خدا فيها أهل الرأي نوري. مثل استشارات كي عقلية تدريب نشما بواني زانا رئيس استشارات. ومن المقرر في القوانين العالمية طبي جي اي كنت قانون اورنسال يعني وصار راسي كجي قرتيه ان القاصد لابد ان يكون مدارا من قبل غيره. صار كي قريب اداره كيش طرف خيره ولا يترك لنفسه ولا يفوض اليها نوري. لابد ان لا ولا يترك لنفسه يعني لابد ان لا يترك لنفسه يعني جركي شو تسمين نفس أخرى نيجشت ولا يفوض إليها نيس بارتن بار نفس أخرى. وغيره الذي ينبغي أن يكون هو تحت تصرفه هو خالقه أو خيري أو خيري كم نيجش طرفه لكن يا أو خيري لازم بين تصرفه ده وش خالقي ويا يك بشكل به شجير داني بقى بين يدا. ونقول ثالثا النساء بيجن
إن الذي يحاول الإضرار بنفسه أو بغيره سفيه. هيك تخوازة شابات يعني شغلك زرارة بدا نفسه أو يبدأ خيرا أو بعقله. وحكم السفيه في كل شرع، حكم إنسان السفيه إنسان بعقل، يعني عقلي بكيم تمامي أو هذا تمامي قانون هذا هو أن يحجر عليه أمبارغو سريتي داي يعني حج سريتي كر يعني تلبيد سري. نعم. أن يحجر عليه ويؤخذ على يديه تسيتي كستن، ولا يترك لنفسه يفعل ما يشاء، يضرب بنفسه ويعيث في الأرض فسادا. يعني نايتر كنج نفسه أخرى شوف غازة بك زرا يبدأ نفسه أخوه وفساد بك الأرض يعيث في الأرض فسادا، أي شيء فساد. نعم. وكل تصرف من الإنسان يخالف ما وضع الله تعالى لعباده من الأحكام ليسير وفقها لا يخلو من أحد هذين الأمرين، إما تعدي على حقوق الغير أو إضرار بالنفس. شقة تصرفه شي إنسان ومخالفة شي خدا دانية شي عبادة أخرى شي أحكامه شي بوكز وراوان بمشي خيني وان خين شي خدا دانية شي عبادة أخرى شي أحكامه شي بو إنسان وراوان أحكام بشت خيني وان تمام التصرف لا يخلو أو خبري كله أوي لا يخلو من أحد هذين الأمرين. يكفي ما تشتاق نخالي، إما تعدي على حقوق الغير يا تعدي على حقيقي لا وتقول وراء عملي خدا نجي يا جي زرار الدنسة يهدو جي أو حق لا يكويتشيكي في حق ندي. فهذه الحرية التي يتشبث بها هؤلاء الناس حرية مردودة بمقتضى العقل الإنساني ومقتضى المصلحة الإنسانية. الحرية قبي دقرن وان إنسانا كل بيهم بس يمكن يعني بدنا منام لدبي. حريتك مردودة مقتضى يعني بجريك عقل إنساني أو بجريك مصلحة إنسانية. وقد حد الخالق المالك للحرية الإنسانية حدودا. خداي خالق يكو مالكي هاتشي وهي هاتشي حرية إنسان السلبسية إنسان هيكي سنرادانية. ولم يجز للمخلوق أن يخرج عن هذه الحدود. جاز نديراية المخلوق را كو جبان سنراد باسمه، وإلا لعم الفساد في الأرض وطمع ونور به فساد أرضها عام به والله تعالى أعلم. يعني هذا الشبهة السابعة شبهة التكليف والابتلاء. بس دبي شما يعني بتشي احتياج يعني شي احتياج من هي من مكلفتك شما بامتحانك. وهناك شبهة يتشبث بها الإباحيون والملاحدة والربوبيون. شبهة كي يكو إباحي يعني يكو هالشيء حلال دبينم بيدقرن وإنكارجي ديست يعني دوي صادجة واحد من باوريا مقاطعة هي. يقولون دبيجن إن الأديان متفقة على أن الله تعالى قد خلق الإنسان لابتلائهم وتكليفهم بالإتيان بمجموعة من الأعمال والاجتناب عن مجموعة أخرى منها. بين دين متفقين دين تبيكن سيك قضايا تعالى إنسان خلقان دي جبو امتحانا وان وجبو تكليفا وان يعني وان كلفتك وان تخستي وان ظلمشتك بجي آنينا مقدارك عملا وبدور كتنا بمقدارك عملا. بدين تبيض اتفاقين ولا نفعل لا تعرف هذه التكاليف. من فتح خذ أيضا تكليفاتنا لأن الله هو الغني المطلق وده غني مطلقا، وكذلك لا مصلحة للمكلفين فيها. المكلفة رجتنا بل هي عبء ثقيل بل كيفيا باركي جرانا جوارا وريد بيش على كهلين لسد مليون. فهذا الابتلاء باطل وليس بين امتحان نجتنا. وهذه التكاليف أمر باطل مرفوض التكليف هانيجي شيء باطل مرفوضة إدمك دي حاشا في خنبر نرسم. فالأديان المكلفة بتلك التكاليف الدينية المكلفة وأنا بتكليف كم تكليفها باطلة ومرفوضة. يعني مكلفة يشتبه هذا يشتبه أديان كاتنا تكليف كرن نظام تكليفها يعني دين هاتنا تكليف كرن يعني دين إيه كجوان هاتنا تكليف يعني الدين تكليفه تكم نظام تكاليف يعني تكليفه دين سر أتبعهم باطلة ومرفوضة هم باطل هم دين تفكير. فنقول جنب أما أنه لا نفع الله تعالى في هذه التكاليف فصحيح تمام يعني منفعة خضارتنا هي دورية يعني احتجاب بأن الله غني عن العالمين ورد دنيا. وأما أنه لا مصلحة للمكلفين فيها فأمر باطل. أما مكلفة يعني وأنا كوفي شيء تكن يعني أو شيء خذت على وان أو كريه وان صورم لي كريه بيج فايدة جوانات في الأول بيجانش سنبين بطلانه في المالية ببطلانه بيان كده فانتشي كون بيش. ثم نقول بيج أولا لبيان بطلان هذه الشبهة. أول شو بيانا بطلان في شبهة إن الأديان الصحيحة دين سالم عبارة عن مجموعة من العقائد والأخلاق والعقل. عبارة مقدارك عقيدة هنا باوري هنا
أخلاقنا ويمكن كدنيواننا عمليواننا، وهي مشتملة على أصول صحيحة ينبني عليها ما عداها. وجاء الدين شامل يسير أصيوان صحيحا خينواتي أو بركة سليم، وعلى فروع تنبني على تلك الأصول وتتفرع على إجا يمكن فرعي وان جاني أويوان بيبغى بوان أو جي السربان أصلا بنادبن وجوان شاخد. والأصول الأولى للأديان إيه أول لا تثبت إلا بالدلائل العقلية المحضة. أصلي أول دينارة بدليل عقلية خرو صابت نابع التي لا دخل ناقلتها يعني مداخلة ناقلتها تنبع، ومحاولة إثبات بناء وجود الدولة. أما مرة وأنا بس كهبونا خدا مرة بإثبات بأوي بنقلي توتي هي çünkü نقلي باورنا كي بخداتنا تبي آية ورد بيش آية باورنا كي حتى نكيش خدا بار. وذلك لأن النقل لا يثبت صحته إلا بثبوت تلك النصوص. النقل صحتها إصابتنا وأنجح إثباتها بثبوتها أو أصلها. ومحاولة إثبات الأصول بالنقل برجع بمحاولة يعني جديشم بك إثبات طبعا أصلا بنقلي يختي تقدم ثبوت النقل على وجه دمكي يلقي نقل بريوان أصلا. وهذا هو الدور الذي هو عبارة عن تقدم شيء على نفسه وتأخذ عنه. ذات الدور أيضا تقدم شيء سن نفسه وتخرج نفسه، وهو تناقض طبيعة الشلشكية ومن أوضح المحالات وأند محالة بديهية. وإيضاحا لذلك يعني هذا نقول بيجن الدين الإسلامي دين إسلامي مبني على أصلين مبني ست بتملي أولي ضد تملي أول هنا. إذا ثبت هذان الأصلان وتأفهدوا من جهوي أفهدوا أصل تملي ثابت بين عقلا ثبت ما عداهما من الفروع التي تنبني عليهم. جا خيلوان أو فرق ما بين سلوان ويصابت. وهذان الأصلان الأولان هذا أصل أولهما الأول ثبوت وجود الله تعالى بصفاته إثبات خدا ثبوت خدا، والثاني ثبوت صدق محمد عليه الصلاة والسلام في دعواه الرسالة عن الله، يعني ثبوت صدق بيغمبر صلى الله عليه وسلم ودعوة رسالة قدس بيغمبر. وهذان الأصلا لا يثبتان إلا بدلالة العقلية المحض. وهذا إثباتنا من أرجع دليل عقلي إيه محض، ولا سبيل إلى إثبات ما بالنقل. شو بال إثبات ما بالنقل يعني أي بالكتاب والسنة، كتاب والسنة بجناب. وذلك لأن النقل لا يثبت صحته إلا بثبوت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة رسالة عن الله تعالى. çünkü النقل ثابتنا بس حتى أنجح بثبوت صدق صلى الله عليه وسلم دعوة رسالته ده شو فثبوت صحة النقل موقوف على ثبوت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة رسالة عن الله تعالى. O zaman ثبوت صحة نقلي بالية يعني هوا بيسر صدقه صلى الله عليه وسلم. فإن حاولنا إثبات صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة أرسال بالنقل أمر بجا محاولة بكن أمشي جاب الصدق بخبر بنقل بكن، فذلك موجب للدور الذي هو هنا عبارة عن تأخذ ثبوت النقل عن ثبوت صدق محمد صلى الله عليه وسلم وتقدم عليه. إجا دوري شيء ودورة كل فيها عبارة شيء تأخرها ثبوت نقلش ثبوت صدق صلى الله عليه وسلم وتقدمه يسري يعني بيشتويه çünkü bir aniye وقت بيسابته gene بليه. وذلك لأن توقف ثبوت النقل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي تأخر ثبوت النقل عن ثبوت الصدق. نوري شيء توقف ثبوت نقلي سر صدق رسول الله دخوازك demek ki ثبوت نقلي ثبوت صدق رسول الله بيشتويه أو بيشتي صدق رسول الله. والإصرار على ثبوت الصدق بنقل جمراب ثبوت صدق رسول الله بنقل يمكن يقتضي تقدم ثبوت النقل على ثبوت الصدق. وكان demek ki ثبوت نقلي مقدم ثبوت صدقي لما قلت بشيء. وذلك سبب لأن الدليل لابد أن يتقدم ثبوته على ثبوت المدلول. شو وقت الدليل به يا الدليل ثبوته بري ثبوت المدلول به مدلول جو وقت في صدق رسول كان الدليل بري به ما قلت أبي بشيء يعني واقع ده بشيء. فالأصول الأولى للأديان الصحيحة أصل أول دين الصحيح لا سبيل إلى إثباتها اضطر يقبل إثباتها إلا بالدلائل العقلية المحضة. دليل عقلي محضة كمثل إثبات بيغمبر وكإثبات قضاء. وثبوت هذه الأصول الأولى ثبوت طبعا أصلا يثبت صحة كل ما ينبني عليها ويتفرع عنها من الأصول الثانوية من الفروع المقررة المتفق عليها. جاء وقتك وان أصلا ثابت بود نوري. وبثبوت هذه الأصول الأولى يثبت صحة كل ما ينبني عليه فيسري ثابت ويتفرع يكجي جوان شاخط من الأصول الثانوية جاج أصيد دو من الفروع المقررة أو فرق هاتنا تثبيت كرن المتفق عليه تفاصيل هاتيكن وانا أرتو شاطن بغديوان.
والدلائل العقلية المثبتة للأصول الأولى تنسحب على صحة غيرها من الفروع. دليل عقلي إثبات أصلي أول تكن ذاتا أو دوام تكن سر صحتها غير يشفى العاجي. يعني وقت تقول مثلا عقلا إثبات كل بيغمبر بيغمبره صدقاوي إذا أنت عقلا إثبات كل شيء بيجي راسي هذا سيجي راسي ورأي دوام تساوي على صحة غيرها من الفروع. وتكون دلائل لصحتها وصدقها أيضا بدليل صحتها وان أواجي وان فروعاجي وتبقى أصدقها واجي. فالواجب على من يحاول اختبار الأديان ويرغب في معرفة صحتها وفسادها واجب أوي سر إيكو دخوازة دينا تجربة بك واستكاوي أرزياوي وقسناوي هيد ناسكنا صحة وفساد واندا واجب تشيه أن ينظر إلى الأصول الأولى لها أول قرار أصل أول ميزان. فإذا رأى أن هذه الأصول ثابتة بالدلالة القطعية تبدي أم أصل ثابت بدليل قطعي يجب عليه تقبلها تقبلها يجب عليه قبولها والإيمان بها. واجب إجاسري ونجي قبول كل ما بيدينه وبكل ما بي عليها سري آباد به ويتفرع عنها وجي شاخد ده من بقية شعب هذا الدين ماي شعب ديني. وإذا رأى أن هذه الأصول لا تؤيدها الدلائل العقلية وقت ما ذكر أب أصلي هاني وكما مثل أصلي الجامعة الخريستيانية سيلاتي وقت أب أصل دليل عقلي بها أو ناكن دستك ناكن رفضها وتكك وكفر بها وإنكارك وبكل ما على الشكل أقل. ثم نقول يسجن وآخر دعوانا الحمد لله.